عم تعمل تجميعتك وخلاص اخترت المعالج واستقريت عليه وفتت بدوامة ووجع راس كبير كتير باختيارك للمبرد المناسب للمعالج تبعك. بتلاقي شي غالي، شي رخيص، شي مائي، شي هوائي، الموضوع فيه وجع راس مو طبيعي. فقلت لحالي خليني اعمل فيديو لخص وسهل عليك اختيار المبرد المناسب، خليك تعرف هل المبرد اللي انت اخده كويس، شو فئته بشكل عام، وهل رح يكون مناسب للمعالج اللي انت اخترته. السلام عليكم، معكم عامر من قناة هاردوير ماركت. لا تنسوا تضبطونا باللايكات ورسالة سريعة من سبونسر الفيديو، موقع كيس فان. موقع من خلاله ممكن تشتري مفاتيح ويندوز 10 و11 وبرامج مختلفة مثل الاوفيس او غيرها. على سبيل المثال بدنا نشتري ويندوز 10، بنضغط على باي، نعمل اد تو كارت، واكيد ما بننسى نستخدم كود الخصم الخاص بالقناة HMA50، رح عملنا خصم 50%. واخيرا بنعمل تشيك اوت، بندخل بياناتنا وطريقة الدفع، وبالاخير بنعمل بليس اوردر. رابط موقع كيس فان وكل الروابط اللي راح تحتاجوها راح تلاقوها بالوصف تحت الفيديو. مبدئيا ارقام التي دي بي اللي بتكون حاططها الشركات على المبردات ما فيك تاخد فيها تماما، لانه ما لها منطقيه ببعض الاحيان، وبعض الاحيان ما بتكون صحيحه اصلا، او بيكون فيها مبالغه الى حد ما. فرقم التي دي بي ان كان اللي محطوط على المبرد او حتى اللي محطوط على المعالج، هو ما بيبقى محطوط على المعالج فعليا ولكن مكتوب بمواصفاته، ما فيك تاخد فيها تماما. لانه حتى بالنسبه للمعالجات بتلاقيهم حاطين لك تي دي بي قليل، ولكن السحب الفعلي للمعالج لما تضغط عليه بشكل كامل بيكون اعلى بكتير من التي دي بي اللي محطوط. شغله تانية كتير مهم انك تعرفها، ممكن تلاقي مبرد مائي 360 ملي حجمه كبير وكذا وشكله مغري من شركه غير معروفه، ممكن تلاقي سعره بسعر مبرد هوائي من شركه معروفه ديب كول الاي كي 620. ممكن تلاقي مبرد مائي 360 ملي بسعر هاد، فتقول اوه والله لقطه خلينا نجيبه. ولكن ممكن لما تشوف اداؤه الفعلي يكون اداؤه كارثي، وممكن يكون أسوأ بكتير من مبرد الهوائي. موضوع اختيارك للشركة جدا جدا مهم بالمبردات. فما يغرك انه مبرد مائي 360 ملي ولكن لو كان من شركة مو معروفة جودة تصنيعه ممكن تكون سيئة، ممكن بعد فترة قصيرة البامب تبعه تخرب او المضخة مثل ما بيقولوا لها، ممكن لا سمح الله، وهذا الشيء نادر الحدوث يعني، يصير في تسريب فيه ويخرب لك باقي القطع. فلا تسترخص ابدا بالمبردات، ويفضل دائما تروح للشركات المعروفة والبراندات المعروفة. طيب انا ما رح لك بمواصفات المبردات وتدفق الهواء تبع المروحة وهالكلام، لأنه وجع راس كتير كبير وبالنهاية رح ضوعك على الفاضي. رح حاول إقلك أنه هذا المبرد مثلا تعرف تحدده أنت من أي فئة ومناسب للمعالج الفلاني والفلاني أو ما يساويهم من المعالجات كسحب طاقة وإلى آخره، فهيك حيكون الموضوع أسهل عليك بالاختيار. بالنسبة للمبردات اللي بالسوق فهن 3 أنواع، الهوائية والمائية AIO، وفي التبريد المائي المفتوح، وهذا آخر فئة. خلينا نبلش بالمبردات الهوائية، وبالبداية عنا المبردات الستوك إن كان من انتل أو AMD. وبنفس الوقت ممكن تلاقي شركات عاملة مبردات إلها بنفس تصميم المبردات الستوك، يعني المبردات مالها تاور ستايل، فهدول المبردات كمان يعتبروا من هالفئة. هدول المبردات بيكونوا مناسبين لمعالجات الاي 3 والرايزن 3 فقط. ممكن تستخدمها على الرايزن 5 والاي 5 ولكن ما راح يكون الوضع مثالي، حتكون المعالجات حرارتها عالية تحت الضغط، وبنفس الوقت ممكن ما تستغل أداء الكامل إلا لو عملت أندر فولت أو حاولت تعدل على المعالج. الفئة الأعلى من المبردات، وهون بنكون انتقلنا للتاور ستايل، هالفئة فيها المبردات الهوائية الرخيصة. على سبيل المثال مبرد الاركتيك فريزر 36، هذا يعتبر مبرد هوائي رخيص. النسخة اللي معي هي نسخة المراوح فيها ادريسبل RGB، ممكن تجيب النسخة يلي ما فيها RGB كمان بتكون ارخص اكثر. صراحه المبردات بشكل عام او المبردات الهوائيه الاقتصاديه هي التاور ستايل بتقدم قفزه كبيره جدا من ناحيه الاداء عن مبردات الستوك تبع انتل او حتى تبع AMD. هذا غير انه بيبقى صوتهم اهدى بشكل كبير، وبيكون عندك هيد روم اذا حابب تكسر سرعه بشكل بسيط. بشكل عام يلي بيأثر فعليا على اداء هالمبردات هن 3 شغلات. اولا هي خامات التصنيع والخامات اللي معمول منها المبرد. الشغله الثانيه اللي بتأثر عليها وهي شغله من الامور المهمه كتير هو عدد الانابيب الحراريه بالمبرد. ب 90% من المبردات اللي موجوده بالسوق بالفئه الاقتصاديه هي غالبا بيكونوا 4 هيت بايب او 4
أنابيب حرارية أو أقل. إذا كانوا أكثر من 4 فغالبا بيكونوا بالفئة العليا أو الفئة الغالية من المبردات الهوائية. النقطة الثالثة يلي بتأثر بشكل مباشر على هالمبردات هي أو على أدائها هي المروحة نفسها. لما تاخذ من شركة معروفة مثلا من أركيتك، فمعروفة المروحة تبعها بيبقى صوتها هادي مع أنه أدائها جدا جدا عالي. طيب هالمبردات بتكون مناسبة لشو؟ بتكون مناسبة للرايزن 5 والاي 5 كمان يلي ماله كي، يعني نفس المبردات السابقة، ولكن هون انت رح تقدر تستغل المعالج بشكل كامل حتى ممكن تكسر سرعته، حتكون امورك جدا ممتازة. ممكن تمشي امورك مثلا على الاي 5 الكي، الاي 5 13600 كي، ولكن انا ما بفضل هالشي لانه بشكل عام هالمعالجات تسحب طاقة بشكل اكبر وبتحمى بشكل اكبر، فما بعتبره الوضع المثالي الا لو انت بتعرف شو عم تعمل. وبرجع بقول لك عم تعدل على المعالج ان كان من اندر فولت او باور ليميت والى اخره. طبعا انا لما عم اقول لك الاركيتك الفريزر 36 انا ما عم بلزمك بهذا الموديل، الموضوع بيرجع على حسب التوفر ببلدك، في كتير خيارات موجودة بالسوق، ولكن انا هذا المتوفر عندي فحبيت اني استعرض لكم اياه بهي الفئة. بالنسبة للفئة اللي اعلى منها وهي تعتبر فئة الهاي اند بالمبردات الهوائية، واغلب هالمبردات بتجي باكثر من 4 هيت بايبس، ممكن 6 وعلى حد علمي بتوصل ل8 هيت بايبس. فبشكل عام هالمبردات بتكون ضخمة. 6 صراحة لسه بيكون حجمها مقبول، ولكن اللي اكثر من 6 بيبقى حجمها ضخم كبير بالكيسة، وبدها بعض احيان كيسات فيها عمق كافي لحتى يركب المبرد، وغير هيك ممكن يضربوا بالرامات عندك. يعني في شوية وجع راس بالمبردات الهوائية الكبيرة هي. على سبيل المثال لهالفئة مبرد الديب كول الاي كي 620. هذا المبرد صراحة جدا جدا ممتاز بالنسبة لفئته السعرية. النسخة اللي معي هي نسخة الديجيتال يلي بيبقى فيها شاشة صغيرة محطوطة فوق المبرد، وصراحة بتعطي شكل جمالي جدا رهيب. المبرد هات بيجي ب6 أنابيب حرارية وبيعطيك أداء جدا جدا ممتاز، وبشوفه مثالي لمعالجات الرايزن 7 مثل ال7700 اكس مثلا او الاي 5 13600 كي او ما يماثلهم من ناحية سحب الطاقة والحرارة الناتجة. هالفئة من المبردات صراحة أداءها جدا بيكون قوي، وإذا بدي أقرب لك الموضوع تقريبا ممكن تلاقي أداءها بأداء فئة ال 240 ميلي من المبردات المائية تقريبا، فأداؤه جدا قوي، مع أنه ممكن تكون وفرت بالسعر باختيارك لمبرد هوائي. رح تيجي تقلي إنه هي مو أقوى المبردات الهوائية، ال AK 620 ممكن ما يكون أقوى مبرد هوائي بالسوق. صحيح كلامك، في لسه عندي بكول في الأساسن أعتقد أقوى منه، في مبردات هوائية لسه أضخم منه بتعطيك أداء أفضل منه، ولكن عندي مشكلة مع هالفئة من المبردات الهوائية. أول شيء سعرها بيكون غير منطقي تماما، بتلاقي وصلنا لسعر $100 أو حتى ممكن يكون أعلى من $100. وبهالفئة السعرية أنت ممكن تجيب مبرد مائي 360 ملي. ومع الأسف المبردات الهوائية الضخمة هي أداءها بشكل عام أقل من مبردات ال 360 ملي، فأنا ليش لأروح جيبهم؟ غير إنه بيبقى ضخم كتير بالكيسة، رح يزعجك إذا بدك توصل لأي قطعة من القطع، فما بشوفه منطقي أبدا. الفئة يلي أعلى من ال AK 620 سعرا ما لها منطقية أبدا من وجهة نظري. طبعا بشكل عام بيضل في ميزات للمبردات الهوائية عن المائية، إنه عمر افتراضي أطول، لأنه بشكل عام ما في شيء بيعطل بالمبرد الهوائي إلا المروحة نفسها، أنت ما عندك مضخة، ما عندك أي شيء تاني، ويعني إنه ما بيكون في عندك احتمالية تسريب. مع إنه مثل ما قلت لك بالمبردات المائية يلي من شركات كويسة أنت شبه مستحيل تشوف هذا الشيء. بالنسبة للمبردات المائية فأول فئة عنا هي فئة ال 120 ملي، هي المبردات المائية الصغيرة يلي بتجي بمروحة واحدة. وهالفئة من المبردات صراحة دائما لما بتشوف سعرها مقابل الأداء اللي عم تقدمه فبتلاقيها اختيار سيء جدا، إلا لو أنت عم تعتمد على الشكل بس وما بيهمك أي شيء تاني غير الشكل. فبشكل عام مبرد هوائي مثل ال AK 620 مثلا بيمسح الأرض بأي مبرد 120 ملي من أي شركة تانية، وبنفس الوقت ممكن تلاقي سعره أرخص أو ممكن مساوي، ولكن من ناحية الأداء مثل ما قلت لك حرفيا بيمسح فيه الأرض. فما بشوف هالفئة منطقية أبدا إنك تشتريها. فئة ال 120 ملي من المبردات المائية من وجهة نظري يعملوا لها سكيب. بعدها عنا فئة ال 240 ملي، وهي الفئة من المبردات لساتها بتقدم قيمة كويسة جدا مقابل السعر، ممكن تلاقيها أغلى بشوي من ال AK 620 أو ما يماثله من المبردات، مع أنهم عم بيقدموا نفس ليفل الأداء تقريبا، ولكن أنت بشكل عام عم تاخد شكل أفضل، أريح لك بشكل عام بالتركيب، وممكن توصل لباقي القطع، ما بيسد لك الكيسة كلها بشكل عام. فالمبردات المائية ال 240 ملي لساتها شايفها خيار
خيار جدا كويس، وتقريبا مناسبة لنفس اللي ذكرته للاي كي 620، مناسبة للرايزن 7 7700 اكس 7800 اكس 3 دي او الاي 5 13600 كي او ما يماثله. لما نطلع للفئة اللي اعلى منها، فئة ال 280 ميلي، وهالفئة صراحة جدا جدا قيمة مقابل سعر، وللأسف مظلومة لأنه توفرها بيكون جدا قليل. هالفئة من المبردات بتلاقي أداء جدا قريب من مبردات ال 360 ميلي ولكن أرخص منها، ففعليا بإمكانك تستخدمها على أي معالج بدك إياه. ولكن أنا بعتبر الشيء المثالي إلها معالج مثل الاي 7 مثلا 13700 كي او معالج الرايزن 9 7900 اكس او 9900 اكس مثلا. تركت المعالجات الأعلى شيء يكون متركب لها المبردات الأعلى شيء مشان تكون أنت عصرت آخر قطرة أداء ممكنة. بالنسبة للفئة اللي بعدها وهي فئة ال 360 ميلي، وهي الفئة الأكثر شعبية والأكثر انتشارا، ومو من فراغ صراحة لأنه قيمتها إلى حد ما تعتبر كويسة والأداء تبعها بيكون فعلا خارق. طبعا هي الفئة بإمكانك تستخدمها على أعلى المعالجات الموجودة، i9 13900 كي 14900 كي أو رايزن 9 7950 اكس أو 9950 اكس. لفترة طويلة كان ترشيحي وبدون تفكير هو مبرد الاركيتك ليكويد فريزر 3. هذا المبرد بكل بساطة أداؤه فظيع وكان أقوى مبرد ما جربته أنا. وغير هيك ضيف عليه إنه بيجي فيه كونتاكت فريم منه فيه للمبرد، وهذا بيساعد لدرجات الحرارة لمعالجات انتل، يعني بيفرق معك 4-5 درجات تقريبا. فكان أداء هالمبرد لا يعلى عليه لحد ما اجا اول مبرد بجربه اقوى منه من ناحيه الاداء، وهو الديب كول الميستيك 360. هذا المبرد من تجاربي فاداؤه افضل بشي بسيط من الاركيتك، ولكن لكم ما راح احرق لكم، خلينا نشوف تجارب الاداء بين الاثنين. ببرنامج سينا بنش 2024 المعالج اللي عم جربه هو الاي 9 12900 كي، طبعا مشكلس له اموره، باور ليميت، اندر فولت بسيط هيك مشان المعالج يكون وضعه تمام. بالنسبه للاركيتك ليكويد فريزر 3 كانت درجة الحرارة تحت الضغط كمتوسط عم تكون بال 87 درجة، ممكن تلاقوها أعلى من المراجعة القديمة لأنه درجة الحرارة عندي بالغرفة أعلى، الجو شوب هلا، وللحظة هيك عملت سبايك كان الماكس 95 درجة، ولكن بشكل عام درجة الحرارة عم تلعب بال 87-88 درجة كمتوسط. بينما الشيء الصادم مبرد الديب كول الميستيك الحرارة كانت فيه 82 درجة، وأقصى درجة حرارة وصل المعالج هي 83 درجة، وهي درجات حرارة جدا مبهرة لأنه أنت عليت على أقوى مبرد موجود حاليا، فالموضوع ماله قليل ابدا. وغير هيك هذا المبرد والتجارب هاي اللي انتم شفتوها بدون كونتاكت فريم للديب كول، بينما الاركيتك ففيه كونتاكت فريم منه فيه. فانا لو ركبت لسه كونتاكت فريم للديب كول حتفرق معنا كمان 4-5 درجات زيادة، فأداؤه رهيب. ما عم بالغ يا جماعة، هذا المبرد فعلا أقوى مبرد ما جربته بحياتي لحد هلا. طبعا مثل ما قلت من قبل، أداء حراري أو درجات حرارة بدون ما تشوف مستوى الضجيج ما بيرجيك الصورة الكاملة، فهي اختبارات الضجيج. الديب كول كان صراحة صوته أعلى شوي باي ديفولت، طبعا انا ما لعبت شيء فيهم، اعلى شوي من الاركيتك، يعني ممكن اذا ساوينا مستوى الضجيج للاثنين يكون ادائهم الحراري قرب شوي من بعضه، ولكن مثل ما قلت لك الديب كول بدون كونتاكت فريم وهيك اداؤه، فلسه فعليا الديب كول كاداء يعتبر افضل. من ناحيه الشكل الجمالي فمن وجهه نظري الديب كول شكله احلى، واكيد رح يكون اغلى لانه جايه معه شاشه بامكانك تحط عليها القراءات الحيويه للجهاز، او تحط عليها مثلا جيف، تحط يلي بدك اياه على الشاشه. صراحه الشكل الجمالي برأيي الديب كول حيكون افضل، وغالبا كسعر كمان حيكون اغلى. يمكن اذا بدي لاقي عيب واحد للديب كول مقارنه بالاركيتك وهو سهوله التركيب، الديب كول فيه قطع صغيره هيك معته شوي بالتركيب، انت طالما ركبته اول مره خلص انسى الموضوع، ولكن من وجهه نظري الاركيتك كتركيب كان اسهل. فبالنسبه لفئه ال 360 ملي واقوى مبرد والمبرد اللي حصير انصح فيه من الان وصاعدا هو الديب كول، ولساته الاركيتك ليكويد فريزر 3 كمان بالنسبه لسعره خيار جدا جدا رائع. في فئه اعلى من هالفئه هي فئه ال 420 ملي، وهالفئه بتعطيك تفوق بسيط بالاداء عن مبردات ال 360 ملي، ولكن شايفها جدا جدا سيئه. اولا كقيمه مقابل سعر ما لها منطقيه ابدا، والشغله الثانيه انه حرفيا 90% من الكيسات اللي موجوده بالسوق ما بتدعم مبرد 420 ملي، فانت راح تشتري المبرد بدك تشتري كيسه مخصوصه لحتى تركب عليها المبرد. فالموضوع وجع راس، وفرق درجات الحراره ما
وما بيستحق ابدا، فاعملوا له سكيب. وبالاخير اذا بدك تروح لاعلى فئه واللي هي كمان الاعلى كاداء، وهي فئه التبريد المائي المفتوح. بهالفئه السعريه انت رح تاخذ القيمه مقابل السعر وترميها بزباله، لانه ما في قيمه ابدا. انت رح تكون خروف، رح تدفع بلاوي زرقاء على فرق اداء ماله هالكبير كتير اللي انت متخيله. وبشكل عام حتى فرق الاداء اللي رح تاخده هاد ما رح يترجم معك لاداء زياده بالمعالجات. فهالفئه السعريه انا بعتبرها مجرد فشخره، بس انه نهيكو انا عامل تبريد مائي مفتوح. صراحه ممكن كلامي هذا يزعل فئه معينه من الناس، ولكن انا هذا اللي بشوفه. هالفئه هي مجرد فشخره. شوفوني انا عندي تبريد مائي مفتوح، هيك شكل الكيسه مع احلاه من جوا. فاذا بيهمك القيمه مقابل السعر، لا تطلع فوق مبردات ال 360 ملي. برجع بقلكم هذا الفيديو بشكل عام او اداء المبردات كلها بشكل عام هي تقديريا، لانه ممكن يختلف 240 ملي عن 240 ملي من شركتين مختلفتين، ممكن يختلف الاداء بينهم بشكل كبير. ولكن اذا عم تاخذ من شركات معروفه واسامي كبيره، فهذا ليفل الاداء وهي المعالجات اللي حتكون مناسبه له مثل ما ذكرته بالفيديو. فاعتبروا هذا الفيديو مجرد فيديو توجيهي، ما له قاعده ثابته. لانه كمان اذا انت بتعرف تعدل بالمعالج، تعمل باور ليميت، اندر فولت، بامكانك تشغل مبرد اقل على معالج اعلى. فالموضوع هذا بيرجع على حسب شطارتك انت. طبعا اذا انت بمصر وحابب تشتري اي مبرد من المبردات اللي ذكرتها هي، شيك على الروابط اللي رح تلاقيها بالوصف. بالنهايه طبعا حابب اشكر كل المنتسبين للقناه. رجعت سلى بهذا الفيديو، وشكرا لكم جميعا على المشاهده. السلام عليكم.